بيفتحوا القبر علشان يدفنوا فيه ميتهم المتوفي، لقوا اللي محدش قادر يصدقه. لقوا 13 خلية نحل، يعني مش خلية ولا 2، 13 خلية نحل. لقوا عسل كتير. الكلام ده حصل في المنوفية. صاحب المقبرة هو بيدفن أبوه بيفتح المقبرة، لقى نحل طالع أسراب. ودي من أغرب الحاجات اللي ممكن تقابلها، لأن معروف النحل ده بيتربى إزاي ويتجمع على إيه. وأكتر ناس ليها في الموضوع ده الناس اللي عاملة المزارع، فيقولك إن ده من المستحيلات. المقبرة مقفولة من 5 سنين. 5 سنين مفيش أي ميت أو أي حد. 5 سنين مقفولة. النحل ده اتجمع ازاي؟ النحل ده اتجمع ازاي؟ وكان بيتجمع على ايه؟ واشمعنى المكان ده؟ من اغرب الحاجات اللي ممكن تشوفها في حياتك. النحل ده او العسل ده عسل اتجمع وتوزع على اهالي البلد القرية يعني، ويقولوا لك ان العسل ده من اجود انواع العسل اللي احنا اكلناه في حياتنا. الناس دي عندها مناحل وفاهمة وعارفة. بس الغريب ان يتجمع النحل ده في مقبرة. طبعا ما دفنوش المتوفي في المقبرة دي، ودفنوه في حتة تانية، والموضوع اصبح حديث السوشيال ميديا. ايه التفسير؟ وازاي النحل ده يتجمع؟ وكان بيخرج ويدخل ازاي؟ وايه هو الورود او الرحيق او الاكل بتاع النحل ده؟ محدش يعرف لحد دلوقتي. موضوع الناس عمالة تتكلم فيه، مش في المنوفية بس الموطن الأساسي للحدث ده، لا ده في العالم كله الناس بتتكلم ازاي النحل ده يتجمع في مقبرة. حد عنده تفسير؟